مع اعتذاري واحترامي للمهندس سامي، الآن أقدم لكم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، إخواني أهل بلدان الكرام، إخواني فلاحي مصر الذين قامت من أجلهم ثورة 23 يونيو وقامت من أجلهم ثورة 25 يناير. إخواني، إن يوم 9 سبتمبر ذلك اليوم المجيد الذي وقف فيه الزعيم أحمد عرابي ضد الطغيان من أكثر من 140 سنة 130 سنة في القرن 19 ليعلن أن شعب مصر ولد أحرارا وأن شعب مصر لن يورث بعد اليوم. هو نفس اليوم الذي أنا شخصيا وكان جمال عبد الناصر بيعتبره هو اليوم العيد ثورة 23 يونيو، وهو عيد ثورة 23 يونيو هو يوم الشرق ويوم الإصلاح الزراعي، يوم أخذ الفلاح حقه الذي يولد لآلاف السنين أو مئات السنين. كلنا نعرف إزاي كان قلة قليلة كانت هي اللي تملك الأرض، وكان الفلاح المصري هو الذي كان يعرف، هو الذي كان يفتح، هو الذي كان في وقت الحرب يقدر هو يحارب الهجوم، لكن هو كان ياخذ شيء وهم كانوا بياخذوا كل شيء. يوم 9 سبتمبر هو اليوم الذي تشارك فيه حركة الضباط الأحرار يوم 23 يونيو لتصبح ثورة 23 يونيو. إخواني، لازم نفكر يعني ايه ثورة؟ الثورة دي هي رفاهية الناس بتطلع تقول النهارده هنعمل ثورة. لا، الثورة يعني البلد وصلت لأوضاع، وصلت لحالة الشعب مش قادر خلاص، مش قادر يستحملها، حالة من الظلم وحالة من الاستغلال وحالة من السرقة وحالة من الاستعباد. يوصل لهذه الحالة فبتقوم الثورة. بتقوم الثورة ليه؟ للتغيير. كان يوم 9 سبتمبر هو إعلان التغيير سنة 52. للأسف إحنا بعد ثورة 25 يناير لغاية النهاردة ما شفناش تغيير. التغيير اللي مستنيه الشعب، التغيير اللي طلع الشعب يقول عشانه شعارات ثورة 25 يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. إخواني، الثورة بتيجي تغير الوضع اللي كان الظالم اللي رفضه الشعب لإقامة وضع جديد بإرادة الشعب، وضع لا يكون فيه فرد يعلو على صوت الشعب، لا تكون فيه إرادة غير إرادة الشعب. هذا الصوت الذي لازم يحدث بعد الثورة. هل هذا حدث؟ لغاية النهارده ما حدث. ليه؟ لأن الثورة لسه إرادتها لم تتحقق، إرادتها لم تكتمل. إخواني، الثورة اللي قامت عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الحرية والعدالة الاجتماعية هي الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. لا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية، حتى لو اتبعوا أساليب
فعلا ان بقى قيام عداله اجتماعيه بدات العروق تعود لاصحابها. اللي حصل في ال 40 سنه اللي فاتت اللي وصل الناس ان خلاص الاوضاع بقت مش ممكن تستمر اكتر من كده. اصبحنا افقر شعب واغنى طبقه، اصبحنا ناخذ اوامرنا من البيت الابيض ومن تل ابيب، اصبحنا فقدنا كرامتنا وفقدنا سيادتنا واصبحنا لا نملك قوتنا وحقوقنا الطبيعيه. عندنا حقوق طبيعيه كل مصري حق فيها، له حق في التعليم، له حق في العلاج، له حق في السكن، له حق انه لما يتخرج يلاقي شغلانه كريمه، له حق دخلها يبقى متناسب مع مستوى المعيشه اللي موجود. دي حقوق طبيعيه لازم تكون موجوده، بعض هذه الحقوق مش موجوده. فالنهارده انا بعمل ثوره، النهارده مش شايفين ان احنا ماشيين في سكه بننفذ هذه الحقوق، وان السكه دي هتوصلنا لهذه الغايات. يبقى احنا للاسف لسه الثوره لازم تظل مستمره، ولازم نظل واعيين، ولازم نظل النهارده بنتكلم عليه وبنتكلم 52 كان زمن دول كانوا طليعه ونجحوا ان هم ياخدوا السلطه يعملوا بيها ثوره. احنا للاسف قمنا بالثوره، لكن السلطه هل السلطه جاءت في الثوار؟ هل السلطه النهارده موجوده بتنفذ الكلام اللي قامت من اجل الثوره وان الشهداء ضحوا بدمائهم والمصابين ضحوا بدمائهم؟ ده اللي لازم نتاكد منه. ما يهمنيش انا مين اللي موجود على الكرسي او مين اللي موجود في الحكم، الموجود هو ينفذ اراده الثوره ولا لا ينفذ اراده الثوره. وده اللي احنا لازم كلنا نبقى عارفينه، وده اللي احنا لازم كلنا نبقى متاكدين منه. اخواني لازم نفكر، ولازم ما نخليش حد ابدا يخلونا اللي هم النهارده في جهات كتيره قاعده عايزه تمثل الموجودين في نفس الضيق الاقتصادي ونفس اللي قاعدين مشغولين بلقمه العيش ومشغولين ولادنا هنعلمهم ازاي، ولما نصرف عليهم دم قلبنا ويتعلموا طب هندخلهم جامعه ازاي بعد كده لو نجحنا الجامعه نقعدوا ونشتغلوا ازاي. الحاله دي هي اللي بتوصل في الاخر ان المواطن المصري يخلي صندوق الانتخاب ملوش قيمه، لان صندوق الانتخاب مرتبط بحريه رغيف العيش، صندوق الانتخاب مرتبط بحريه حق المواطن في التعليم، صندوق الانتخاب مرتبط بحق المواطن في العلاج، صندوق الانتخاب مرتبط بحق المواطن بالعمل. كل ده لازم نبقى حاطينه في ذهننا، ولازم ان احنا نعرف لو ما جاتش اراده حقيقيه تؤدي هذا هنفضل في الحاله اللي احنا فيه. كل اللي هيحصل وجوه هتروح وجوه هتيجي وهيفضل نفس النظام موجود. احنا يا جماعه لازم نفتكر حاجه بسيطه. النهارده بنك الدولي، طب ما دام البنك الدولي يعني بنك بيحبنا، طب ايام قناه السويس بنرجع في مشروع انجح من مشروع السد العالي. جميع الخبراء قالوا كتير هذا المشروع وازاي المشروع ده هيكون ليه عائد خير على مصر وعائد خير على زراعه مصر، وهيزود طاقه كهربائيه نبني بيها مصانع، وهيخلي غير الحياه ري دائم، وهيزود الرقعه الزراعيه. جميع اقتصاديا مش مشروع ناجح بجميع المقاييس. طب البنك الدولي وقتها ما ادالاش فلوس ليه؟ لانه كان يعلم ان توجد قياده في مصر لن تسلم اراده مصر، وان تكون اراده مصر فقط لشعب مصر. لازم نفتكر الناس دي يا جماعه اسرائيل ووراه والصهيونيه ووراه امريكا. تقدم مصر بيعتبر تهديد للامن القومي بتاعها. فدي امور معروفه. وافتكروا كلمه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ليه اسمها كلمه مشهوره يقول فيها لما تلاقوا امريكا راضيه عني اعرفوا ان انا ماشي في الطريق الغلط. فاخواني بالنسبه للشعارات لازم نعرف
النهارده احنا عارف احنا شعب مرتبط بالله ومرتبط بالدين، وان الدين بيمثل قيمه اساسيه في شعب مصر. فاحنا عايزين فعلا نطبق الشريعه الاسلاميه بالطريقه اللي طبقتها ثوره 23 يوليو. انا اتحدى لو حد يقول ان ثوره 23 يوليو ما طبقتش الشرع زي ما ربنا عايزه، بل بالعكس ازادت حاجات ما كانتش موجوده قبل ثوره 23 يوليو كلنا عارفينها. ثوره 23 يوليو ده عدد المساجد التي بنيت في مصر من عمرو بن العاص لغايه ايام الثوره كانت 11,000 مسجد، لما مات جمال عبد الناصر كانوا 22,000 مسجد. ثوره 23 يوليو هي اللي جعلت الدين ماده اساسيه عشان كل مواطن مصري يعرف دينه سواء مسلم او مسيحي. ثوره 23 يوليو اللي بعدها اكبر نسبه في افريقيا كانت كانوا بينتموا للدين الاسلامي في الفتره اللي مصر ساعدت ثروات التحرير. ثوره مصر بعد ثوره 23 يوليو اكبر معهد للبحوث الاسلاميه حصل وقتها. يا جماعه الدين اعمال، الدين بالنسبه للسياسه اعمال، اما العبادات فدي الافراد. ودي احنا كلنا الشعب المصري اكبر شعب مرتبط بالله واكبر شعب يؤدي عبادات. فاحنا عايزين نركز الدين للعمل زي ما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام، زي ما جم بعدين الصحابه وابو بكر وعمر، دول اكثر ناس حققوا العدل الاجتماعي ولما كانوا يعرفوا ان يكون على الاجتماع والمنتصرين انت لو رجعت هرجع لورا منك. انت قدمت على اخواني انا مش عايز اطول لان انا عارف يعني في ناس كتير اتكلمت في وقت اخر وكلنا عايزين نسمع اخونا عاملين صباحي. احنا النهارده هم حاجتين لازم نحطهم في بالنا. بدون عداله اجتماعيه لا توجد ديمقراطيه. اي حد ما بيطبقش العداله الاجتماعيه تعرفوا ان هو لا يوجد ديمقراطيه وعايز يوصل للسلطه. اذا ما كانش عارف يوصل لها عن طريق الجيش هيوصل لها عن طريق الزيت والسكر، عن طريق ناس جعانه، عن طريق ناس حوالينا. واحد انا معذوره، واحد مش لاقي ياكل ولاده ومش لاقي يعلم ولاده. العداله الاجتماعيه هي اساس الديمقراطيه. وبعدين احنا كمان النهارده معركه الدستور، النهارده الشعب ده 80% منه عمال وفلاحين، 80% عمال وفلاحين. عايزين ايه بالنسبه للعمال والفلاحين؟ ده يعني من العمال والفلاحين ما يقولوا ان احنا نسبه ال 50% دي ما بتمثلناش حقيقيه عايزين يقولوها. هي دي الديمقراطيه. اذا كان النهارده في خطا في تطبيق ال 50% وفي خطا في تعريف العامل والفلاح، ده لا يعني ان احنا نلغي هذه النسبه، لا يعني اننا نصلح هذا الخطا ويبقى اللي موجود فلاح فعلا واللي موجود عامل فعلا، وده شيء اكيد ممكن تحقيقه. اخيرا اخواني لازم تعرفوا في شهداء دمهم في رقبتنا وفي مصابين دمهم في رقبتنا، ودول دمهم مش هيبقى فعلا نقدر نقدر عليهم ونقدر زي ما قال ادي زياد اخواني قبل كده الا لما الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي قالوها تتحقق: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، وكرامه انسانيه. كرامه انسانيه يعني استقلال وطني، كرامه انسانيه يعني اراده مصر وتبقى شعب مصر، كرامه انسانيه يعني يبقى المواطن المصري زي ما المواطن المصري له كرامته، لازم شعب مصر كله يبقى ما بياخدش اوامر لا من بيت ابيض ولا من بيت اسود ولا من بيت قديم. الشعب المصري يبقى قراره نابع من ارادته، قراره نابع من مصلحته، قراره نابع من تاريخه. اخواني هي دي ثلاث حاجات اللي يقول ما تتحقق ويبقى ثوره 25 يناير نقدر نقول ان احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاعها، والجزء الثاني هو تنميه مصر. لان مصر ده اللي بتعمله ده ظلم، دي مش مكانة مصر. مصر
ان احنا المعتادات والمثل كوريا كانوا بيجوا اول فنانين يشتغلوا في تلفزيونات كانوا جايين بقرارات مبانوا كمصانع كل مصر النهارده شوف احنا بقينا فين وهم بقوا فين. النهارده صناعه الطيران اول صناعه طيران طلعت من الستينات ومشروع مشترك بيننا وبين الهند. النهارده الهند احد الصنايع الروسيه مشروع روسي هندي مشترك واحنا بقينا فين؟ اخواني ده مجالنا الطبيعي اننا نكون مع الصفوه تماما، مجالنا الطبيعي اننا نكون مع الصفوه والعقول. اخواني النهارده مصر لا ينقصها شيء الا ارادتها ساعدها. لن يبني مصر الا ابناء مصر، لن يبني مصر الا ابناء مصر. في حاجه لازم نوجدها، لا من خارج ولا اوروبي ولا بلد دوله عاملين مصر، مش علم مصر من لندن. احنا العامل والفلاح والمثقف والراسماليه الوطنيه. مصر لا تكبر المستخدمين ولا المختبرين ولا المستعمرين ولا كل البلد الدولي. واخر حاجه بعيده بقى يا جماعه، اول الكلام عن احنا كلنا بنتكلم عن الدين وعارفين ده هو دين الاسلامي. النهارده بياخدوا صدرون بلد الدولي لازم نفتكر اول ما نتكلم عن الربا وان احنا بنعمل تجربه جمهور ربا كان جمال عبد الناصر في 22 مليون 61 قال احنا ورثنا الربا وقال ان احنا كل علينا الربا من المصنف الثاني. قال احنا هنعمل اول تجربه ما فيهاش ربا وهو بنك التصنيف الزراعي، بنك يكون فايده وانتوا كلكم فاكرينه اللي بيجوا ما حضروش يسال ابوه ويسال جده. بنك التصنيف الزراعي واحنا بنطالب بعوده بنك التصنيف الزراعي واسقاط جميع الامور على اسقاط الدين عن ال 44,000 فلاح، لكني اريد الاسقاط الدين عن جميع الفلاحين وان يكون بنك التصنيف الزراعي هو البنك اللي كان على جمال عبد الناصر، بنك مؤدي خدمه للفلاح، بنك ما بيقولوش ربا ولا فايده اللي في الاخر بتبص دم الفلاح ومتاخد خير الفلاح. واخيرا النهارده اقدر اقول لكم بعد ما شفت البلد وشفت الناس الجميله، الناس اللي قامت بثوره لتخلع ظالم، هي نفس الناس اللي فضلت شهر رسول جمال عبد الناصر في قلبها بعد 42 سنه رغم العمله الشرسه التي قامت قتله ورغم محاوله المستعمرين. ليه؟ تشويه تاريخه. ليه؟ لان هذا كان مؤمن بيكم وكان راجل بالفلاح وراجل بالعامل. واخيرا كل سنه وانتم طيبين، بعيدا حقيقه الفرق 23 يوم وكل سنه وانتم طيبين والله يرحمه. والنهارده نسمع تنظيم ان شاء الله هو حبيبي. شكرا الزعيم ابن الزعيم ابن الثوره الام المهندس عبد الحكيم أيها السادة، كما نرى جميعا أن للنضال لغة مشتركة يتفق في صياغتها الجميع وفي حب الوطن تتقارب